صاحبة الورقة دي تبقى تقابلني بعد الاجتماع، بس مش بطريقة تبقى تقابلني يعني. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد آمين. ونحن نتكلم في موضوع الحكمة في سفر الأمثال. سؤال يراود الكثيرين، يعني ما الحكمة في أن يقابل أولاد الله ضيقا في حياتهم؟ ده السؤال اللي أنا طرحته المرة اللي فاتت. إيه الحكمة يعني أن الإنسان اللي يحب ربنا ويعيش معاه يبقى في ضيقة أو يلاقي ضيقات كثيرة، حتى إن الكتاب يقول بضيقات كثيرة ندخل ملكوت السماوات. ضيقات كثيرة. ومش بس كده، الكتاب برضو بيقول إنه اللي عايز يعيش مع ربنا لازم لازم يلاقي ضيقات. حتى في الوصية: من أراد أن يكون لي تلميذا فليكفر بذاته ويحمل صليبه ويتبعني. لازم يحمل صليبه. ويقول حتى من أعطى يأخذ 100 ضعف في هذه الحياة مع اضطهادات. يعني حتى اللي بيتبرع ياخد 100 ضعف مجازاه كويسة يعني، وفي الظهر الآتي الحياة الأبدية مع اضطهادات. يعني الضيقات والاضطهادات والمتاعب كثيرة. وباستمرار نسمع عن أولاد ربنا يعني أمور ممكن انها تتعب البعض، يعني اللي اندبح في صيدلية، واللي قبله حد موته، واللي أخذ طلقة، يعني قصدي طلقة نارية مش طلقة من اللي كنا بنتكلم عليه. يعني قصدي ضيقات كثيرة. وساعات تحصل خلافات في البيوت ويبقى فيه مشاكل ومتاعب، يعني أمور كثيرة. لا شك أن الشيطان يحارب أولاد الله، لا شك. والضيقات تحيط بالإنسان، لكن ما الحكمة؟ ما الحكمة؟ أول نقطة في الحكمة أن يلاقي أولاد الله متاعب، أن السيد المسيح صارحنا منذ البداية وقال كده: ما أضيق الباب، مش كده؟ وأقرب الطريق، أقرب من كرب، يعني المؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. سيد المسيح قال كده، يعني ما خدعناش، ما قالناش حاجة وشفنا حاجة تاني. ده قال للتلاميذ: ها أنا أرسلكم كحملان وسط ذئاب. تخيل
حملان وسط ذئاب، ده ذئب ممكن يفترس القطيع كله. فالسيد المسيح من الأول عرفنا إنه لازم يواجه أولاد الله ضيقات ومتاعب. وفي رمية 8:29 يقول مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكر بين إخوة كثيرين. المسيح لما جه على الأرض جراله إيه؟ تألم، وهو رأس الكنيسة وإحنا أعضاء. ينفع رأس متألمة لجسد متنعم؟ ما ينفعش. لازم تبقى الأعضاء إيه؟ متألمة زي الرأس. يعني السيد المسيح مش تنعم على الأرض وإحنا بنضطهد ونتعب، لا. ده لما جه على الأرض الواحد يتخيل لما الله الابن الكلمة يتجسد ويبقى في وسطينا، يضطهد ويحتمل، يتعذب، يصلب. حاجة الواحد لما بيقعد يفكر فيها يعني ده ترك مكانه البلد اللي اتولد فيه بيت لحم، وصار مسيرة سنوات طويلة، تقريبا 3 سنين و11 شهر في رحلة إلى مصر والعودة منه. طبعا دي كانت بركة لينا أن مسيحنا القدوس يبارك بلادنا ويبقى في مصر وقتا كهذا الوقت يعني. لكن من هو طفل يتعب في رحلة، مش رحلة في حاجة مكيفة أو حاجة، ده على ركوبة ومشوار طويل، ويوسف النجار ماشي على رجليه والست العذراء حملاه، والجنود جريوا وراهم وأدركوهم، بس ربنا عماهم عن إنهم يعطلوهم. لاقى ضيقات كثيرة. فبيقول كده القديس بولس في رمية 8:29 مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. عشان كده قال اللي يتألم معايا يتمجد إيه؟ معايا. وأيضا في بطرس الأولى 2:21 يقول تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا. تاركا لنا إيه؟ مثالا لكي يتبعوا خطواته. تخيل، يعني هو تألم كقدوة كمثال، وقال كده للتلاميذ إن كانوا قد فعلوا هذا بالعود الرطب فكان بالإيه؟ باليابس. وده احنا شوفوا محتفلين بعيد استشهاد مريمينا، مش كده؟ يوم 24 نوفمبر، واحتفلنا النهاردة بعيد استشهاد أبو سفين وتدشين كنيسته وحاجة زي كده يعني. عشان كده تألم لأجلنا تاركا لنا إيه؟ مثالا. ولذلك كان السيد المسيح يظهر للشهداء قبل ما تتقطع راسه أو قبل ما يترموا في النار ويتحرقوا يعني. وفي اترموا في النار وكان المسيح معاهم وما جرالهمش حاجة، وانطفأت النار بفعل معجزي زي ما كان مع ال3 إيه؟ فتية. يعني قصد أقول إن السيد المسيح هو المثال في هذا. عشان كده الواحد لما يحط قدامه المسيح المتألم يقول يا سلام يا رب، ده شرف كبير إن أنا إيه؟ أشابهك وأشاركك آلامك. فإن كنت وأنت العود الرطب فعلوا بك هكذا فكم باليابس.
إذا كان بالإله المتجسد عملوا كده، فكم بالبشر اللي ماشيين وراك؟ والبابا شنودة ربنا يناح نفسه يقول إن الفرح في الألم هو مقياس حرارة الحب من النفس للمسيح. يعني أكبر دليل على حب الإنسان للمسيح هو إيه؟ احتمال الألم، أي نوع من الألم، يعني ألم تجاهل، ألم مرض، ألم اضطهاد، ألم إهانة، يعني الآلام كثيرة ومتنوعة، وكله من إيد ربنا حلو. يعني طالما ربنا بيراعي نفسية الإنسان وبيديله حسب احتماله، ألا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون بل يعطي مع التجربة المنفذ. لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون. وذلك ربنا بيجرب الإنسان بالحاجة اللي يقبلها نفسيا. يعني في ناس ممكن يقبلوا المرض لكن ما يقبلوش الاضطهاد، أو العكس، ممكن يقبل المرض وما يقبلش الاضطهاد، أو يقبل الاضطهاد أو ما يقبلش المرض. يعني ربنا بيراعي الإيه؟ النفسية، نفسية الإنسان في الألم. جايز الألم يبقى تعب، يعني الإنسان يتعب يبذل جهدا، حلو، ده جميل، حلو أوي إن الإنسان يتألم في بذل جهد من أجل الله. ويقول كمان البابا شنودة الإنسان يرحب بالألم ويفرح به لكي يفوز بالنصرة، أما الفاتر روحيا فيهرب من الألم ويضيق به ذرعا، يعني يبقى متضايق إنه بيتألم. ويقول أيضا المؤمن لا يمكن أن تتعبه الضيقات أو التجارب، ذلك لأنه لا يؤمن بعمل الله وحفظه ووعوده. يعني البابا شنودة تألم جدا في المرض في الآخر، كان يعني عنده مرض صعب يعني وانتشر وكده، وكان يحتمل ويلاقي كل إنسان بابتسامة وسؤال عنه ويصلي له ويباركه. ولما قابلته قبل ما يتنيح ب48 ساعة كان جالس على الفراش، وطبعا واضح على شكله وطريقة كلامه انه متألم جدا يعني، لكن بابتسامته يضفي على الإنسان بهجة ويكلمه في أمور تخصه وينصحه ويباركه ويصلي له. هذا إنسان يتجاوز الألم. ذلك نسمع بولس الرسول لما يقول أصر في الضيقات والشدائد. أصر، حد يصر بالضيقات والشدائد؟ يعني زي ما بيقول البابا شنودة يؤمن بقوة الله التي يتدخل، ويؤمن أن حكمة الله لديها حلول كثيرة مهما كانت الضيقات والأمور مغلقة ومعقدة. يعني الضيقات هي وسائل لإعداد الإنسان للمجد، الألم هو الوسيلة نحو المجد. لا يمكن مواصلة توصلك للمجد إلا الألم، هي دي المواصلة الوحيدة اللي توصلك للمجد. عشان كده الله يريد إنه يمجد الإنسان، فعشان كده بيديله الإمكانية إنه يستحق المجد حين يتألم. الشيطان هيقول له اشمعنى ده اللي بتمجده كده؟ يقول له ما انت عارف، شوف اتحمل ايه. يعني الشيطان يتخرس، ما يقدرش يقول له ليه اشمعنى ده بيتمجد. يعني كمان
بيقول البابا شنودة: الضيقة سميت ضيقة لأن القلب قد ضاق بها. دي كلمة كلنا سمعناها منه وعارفينها. ولم يتسع لها، أما القلب الواسع فلا يتضايق بشيء. حقا إن القلب الكبير يفرح بكل شيء ويشكر الله على كل شيء، ولا يتضايق أبدا بشيء مهما كانت الأمور صعبة. يعني الإنسان المتسع، ودي نعمة ربنا بيديها للإنسان من خلال الضيقة، قلبه يوسع، صدره يوسع، يحتمل، يطول باله، غير ما يكون مش متمرس في هذا الأمر. إذن الباب الضيق تحدث عنه السيد المسيح، وهذا ما وجده أولاد الله في كل العالم، وعلى فكرة في كل حتة. يعني الأرمن قتل منهم عدد ضخم جدا، مئات، واحتفلوا بتذكار هذه الآلام. أيضا الإنطاكيين، الأحباش في العصر الحديث في أيام حكم الشيوعيين اضطهدوا اضطهاد كبير، وكنائس أغلقت وناس اتعذبوا. يعني كل الشعوب المؤمنة تجد آلاما وتجد ضيقات، وبعض الأقليات من أديان أخرى أيضا تتألم في وسط مجتمعاتها. يعني قصد أقول أنه الضيقات موجودة وتشمل كثير من الناس. دي نقطة. النقطة الثانية: كل القديسين سلكوا هذا الطريق، كل القديسين. يعني ربنا عايز يقول أنا بخلي أمور تضغط علشان تستجيب وإرادتك تبقى مقدسة. تقديس الإنسان زي استئصال أشياء ضارة في جسم الإنسان. يعني لا قدر الله لو أي حد عنده خلايا فيها أورام خبيثة بيستأصلوها، يعني تبقى مؤلمة. يعني قصد أقول الآلام دي بتستأصل مننا أفكار وعادات ومبادئ وحشة ممكن الإنسان يكون مقتنع بيه. عشان كده في يعقوب الإصحاح 2 عدد 1 يقول: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام، لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. تامين وغير ناقصين في شيء. يعني الإنسان ما يوصلش للكمال إلا من خلال الألم. فالألم وسيلة لتكميل الإنسان. تستغربوا لما نقرأ في سفر الأعمال بعد ما السيد المسيح ظهر لشاول الطرسوسي وآمن، قال له روح لحنانيا أسقف دمشق. والسيد المسيح ظهر لحنانيا وقال له شاول الطرسوسي جاي لك. قال له ده إنسان صعب قوي، ده أنا سمعت أخذ ناس مقيدين كتير للسجن بأمر من رؤساء الكهنة اليهود. فقال له كده بقى في أعمال 9 عدد 16: سأريه كم يتألم من أجل اسمي. يعني اللي قاد شاول الطرسوسي لإيمان قوي وكرازة قوية في حياته اللي هو بولس الرسول هو
الألم. سأريه كم يتألم من أجل اسمي. أعمال 9:16. فآلامه خلته اتغير من إنسان مقاوم للإيمان بالمسيح إلى إنسان يحتمل آلام من أجل المسيح. وزي ما قلت في أعمال 14 عدد 22 يقول بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات. ده طريق القداسة، طريق القداسة. كل من يريد أن يكون قديسا لابد أن يدخل من الباب الضيق ويجد آلاما يحتملها من أجل الله. ومعلمنا بولس في رومية 5 عدد 3 و4 يقول نفتخر أيضا بالضيقات. نفتخر كلمة يعني دايما الإنسان يفتخر بالنجاحات يعني، لكن يفتخر بالآلام. هو ده المفهوم الروحي بقى اللي بيخلي الإنسان يقدر يحتمل من أجل الله. نفتخر أيضا بالضيقات. وفي كورنثوس الثانية 12 عدد 10 يقول لذلك أصر بالضعفات والشتائم، يعني حد يهينه يعني، والضرورات، يعني يبقى في حاجة ضرورية محتاجها ومش لاقيها، والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأنه حيثما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. يبقى الإنسان فيما هو ضعيف يحتمل آلاما. هو ده سر قوته، سر قوته. من هنا نقدر نقول أن السيد المسيح حين بدأ مع التلاميذ فهمهم وقال لهم كحملان وسط ذئاب، قبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم وتسلمون إلى مجالس ومجامع ويجلدونكم إلى آخره. فيقول لكم ذلك شهادة. ويقول لهم شعرة من رؤوسكم لا تهلك إلا بإذن أبيكم السماوي. يعني مهما كانت الآلام والضيقات الحكمة منها هو خير الإنسان وأن يدخل من الباب الضيق فيصل إلى الحياة، يصل إلى الحياة. هو تقويم للإرادة. ساعات إرادة الإنسان تبقى محتاجة الألم علشان يقدر إنه يطاوع. أصر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأنه حيثما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. أيضا من الأسباب هو ده الأسلوب اللي يبين الإنسان الروحي من العكس. يعني الإنسان اللي بيحب العالم عايز يبقى مرتاح، بيعمل كل اللي هو عايزه، ما فيش ضوابط، يظن أن الخطية حرية، يمشي زي ما هو عايز. لكن الإنسان الروحي لما يقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، يعني الألم يطفئ شهوة الجسد. يقول من تألم بالجسد كف عن الخطية، من تألم بالجسد كف عن الخطية. يعني الألم يخلي الإنسان ما يخطئش، يعني يبعد عن الخطية يعني. ويقول لا تكملوا شهوات الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح يشتهي ضد الجسد، وكلاهما يقاوم الآخر حتى تفعلوا ما لا تريدون. يعني بمعنى ان لو الإنسان طاوع الجسد الروح هتقاوم، ولو الروح قوية تمنعه من انه
يعمل الخطية. يعني ساعات الإنسان الشيطان يغويه، لكن لما روحه تكون قوية يرفض الغواية. يعني مش مهم الشيطان بيعمل ايه، لكن المهم أنا بستقبل المسألة ازاي. يعني ممكن الشيطان يغوي الإنسان، لكن يطوعه ولا ما يطوعوش دي ايه بقى؟ دي قدرة الإنسان على الرفض والتمسك بالروحيات. وفي غلطية 5 عدد 16 و17. في يوحنا 15 بقى يقول: أنا الكرمة وأبي الكرام، كل غصن لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. طب ينقيه ازاي؟ بالألم. بالألم. فبالآلام نكون أنقياء. يعني ساعات الكبرياء لا يكسر إلا بالألم. يعني أي رسالة ألم الله يرسلها لإنسان يقول له أنا بعالجك، أنا عايز أبديتك، أنا عايز إنك تبقى ممجد معايا في السماء. فعشان كده احتمالك هو اللي بيديك هذه النعمة، ينقيه ليأتي بثمر أكثر. يبقى السيد المسيح تكلم مع التلاميذ عن الآلام، فهو طريقنا، الباب الضيق الذي يوصل إلى الحياة. كل القديسين دخلوا من هذا الباب. ما فيش قديس إلا واحتمل من أجل أن يصل إلى المجد الأبدي. حتى اللي ما كانش فيه آلام في حياتهم هم اللي اختاروا طريق الألم، زي القديسين اللي راحوا عاشوا في البرية حيث لا متعة على الإطلاق، فيش متعة أبدا. أماتوا ذواتهم وقاوموا أنفسهم حتى يكونوا في درجات روحية عالية. فعشان كده الطريق الروحي من سماته الألم. أيضا يقول لأنه الطريق المؤدي للملكوت، ما فيش طريق غيره، طريق الألم. من غيره الإنسان ما يقدرش يوصل للملكوت، سواء الضيقات أو الآلام أو الاضطهادات. في متى 5 عدد 10 يقول: طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. مطرودين من أجل البر، مش من أجل الخطأ. لما واحد يخطئ ويطرد ده يستاهل، لكن يعمل البر ويطرد ده يكافئ بالحياة الأبدية. ولما قال بقى: طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل كلمة شريرة كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. يعني هي دي السكة، دي معالم الطريق، الألم والضيق. في كورنثوس الثانية 4:17 يقول: خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. نقف عند دي شوية بصراحة، لأن يعني جميلة. يقول: خفة ضيقتنا الوقتية، يعني معتبر أن ما يحدث من ضيقات لولاد ربنا هنا دي حاجة خفيفة. خفيفة يعني لا توازي ثقل مجد أبدي. ثقل مجد يعني مجد كبير. يعني الإنسان لما يتألم بيفكر في في المجد، مش كده؟ ولما يبقى ممجد هيفتكر الألم بطريقة إيجابية.
فعشان كده الشهداء كانوا بيفكروا في المجد الذي ينتظرهم. كل شوية بجيب سيرة أولادنا اللي كانوا في ليبيا وذبحوا على شاطئ البحر، ذبحهم الناس يعني الأشرار. اللي يدقق في منظرهم يحس انهم اللي كان باصص لفوق واللي كان باصص ستريت فورورد كده، يعني قدامه كأن في حاجة شغلاه. وحد من الآباء الروحيين في الدير يعني قال كده انه شاف في حلم او في رؤية قبل ما تحصل دي، انهم واقفين نفس المنظر اللي كل الناس شافته، وكل واحد قدامه ملاك ماسك الإكليل بتاع المجد، إكليل المجد، إكليل الاستشهاد يعني. فربنا بيشغل الإنسان، لأن الإنسان يحب الحياة، محدش يحب الموت، وكل الناس تحب التنعم، محدش يحب الألم والتعب. لكن لما بتبقى المجازاة معلنة بهذه الصورة، الإنسان بيستهين بالألم من أجل المجد. شايفين الملاك وهو مجهز لهم إكليل المجد الذي لا يفنى، فيقول خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. هي دي الحكمة، مش إن ربنا بيعذب الإنسان، لا. يعني في حد يعني كان أسرته فيها مرضى ومرضهم بيزيد، تقول عمالين نصرخ لربنا ونقول له يعني استجب واشفي، والمرض عمال يزيد. طب يعني هو ربنا مش بيسمع؟ طب نلاقي مين عشان يسمعه؟ وكأن الألم اللي الناس فيه دول ربنا مش سائل فيه، يعني مش همه الألم يعني، لا، ده كل حاجة محسوبة عند ربنا، محسوبة. يعني هيتألم امتى وفين وازاي بالدرجة اللي هتناسب المجد اللي هياخده. وانا في رأيي ان مجد المرض بيبقى صحيح مؤلم للي حوالين المريض، لكن جاز المريض نفسه ما يكونش حاسس يعني بالألم، لكن هو ألم لمن حوله يعني. لكن في كل الأحوال لا يمكن أبدا أن ربنا يعطي الإنسان ألما غير محسوب أو بمقدار لا يستطيع أن يحتمله يعني. لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون، بل يعطي مع التجربة المنفذ. خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي، ثقل مجد أبدي. في أمثال 20 عدد 3 يقول المشورة في قلب الرجل مياه عميقة وذو الفطنة يستقيها. هنا بقى احتمال الإنسان بيتوقف على درجة رؤيته للفكرة اللي ربنا بينفذها معاه. يعني يقول المشورة في قلب الرجل مياه عميقة. دايما المياه العميقة تبقى مية صافية نقية طعمها حلو تروي الإنسان. فاللي بيبقى فاهم ربنا سامح ليه بالألم بيحس قد المياه العميقة اللي بيتعب علشان يحصل عليها دي في قلبه يستقيها، يعني يفهمها يعرفها. كان في طفل كان عنده مرض خطير وكان بيتألم، والمرض ده ساعات كان يفقده البصر ويبقى مش قادر يشوف وتعبان. لكن يحكي عن رؤية قديسين شافهم وهو قاعد في وسط أسرته، يعني يحكي قدام مامته أو باباه، يقول لهم أنا شايف مريمينا دلوقتي وهو بيقول لي كذا وكذا وكذا.
يعني طبعا منظر طفل بيتألم منظر صعب، خصوصا إذا كان الألم بيظهر على يعني حواسه، يعني يبقى مش شايف، يبقى مش قادر يتعامل مع أمور الحياة. لكن لما يقول بقى أنا شايف مريمينا بيقول لي كذا وبيديني كذا أو بيعمل لي كذا، أو شايف أبو سيفين مثلا جايب لي حاجة حلوة أو إكليل، يعني الله يملأ جو الألم بالتعزيات، ما تبقاش آلام مجردة، لكن تعزيات كثيرة يقدر إنه يحس بيها ويفرح بيها ويعيشها. يعني كمان في أمثال 4:7 يقول الحكمة هي الرأس، فاقتني الحكمة وبكل مقتناك اقتني الفهم. يعني هي المشكلة في الألم إدراك الحكمة. ليه ربنا سمح بكده؟ إيه الحكمة؟ اللي بيعرف الحكمة ويفهم قصد الله بيبقى سعيد بهذا، وبيحاول إنه يحول الألم إلى إلى بهجة وفرح بالأجر السماوي اللي هيحصل عليه. فأمثال 2 برضو عدد 10 و11 يقول إذا دخلت الحكمة قلبك ولذة المعرفة نفسك فالعقل يحفظك والفهم ينصرك. يعني إذا أدرك الإنسان الفهم والحكمة من الألم على طول يكتسب حكمة ونعمة تفيده من الألم. إذا دخلت الحكمة قلبك ولذة المعرفة نفسك فالعقل يحفظك والفهم ينصرك. هي المشكلة كلها أزمة فهم، إن الإنسان لا يدرك الحكمة من وراء الألم اللي ربنا بيسمح به للإنسان. أحد الآباء الشيوخ الكبار يقول المتألم من أجل البر ألمه يزول ويبقى ويدوم البر، أما المتلذذ بالإثم فاللذة تفنى ويبقى ألمه. يعني من تألم من أجل البر الألم لوقت معين، لكن البر هيكافئ عنه في السماء. طب واللي بيتلذذ بالخطية تزول اللذة ويبقى الإثم والخطية تطارده مدى حياته وحتى في أبديته إن لم يتب. يعني عشان كده أحبائي الإنسان الذي يقتني الحكمة والفهم يستطيع بنعمة إلهية أنه يتذوق حلاوة الحياة مع ربنا، حتى في الألم يتذوق نعمة إلهية تخليه يفهم قصد الله. في أمثال 8:11 يقول لأن الحكمة خير من اللآلئ وكالجواهر وكل الجواهر لا تساويها. يعني مهما الإنسان اقتنى جواهر وذهب وحاجات زي كده لا تساوي الحكمة. فالحكمة هي اللي تحفظ الإنسان للحياة الأبدية، وكل ما الإنسان يقتني الحكمة يقبل الألم من إيد ربنا أيا كان صورته أو أيا كان هدفه اللي هو بيشوفه أو بيحس بيه. عشان كده المسيحية تؤمن بالكمال الروحي الذي يعطيه الألم، وبالنصرة التي تعطيها التجارب، وبالحياة التي تعطيها نعمة الله
حينما يعي الإنسان مكانته. عشان كده ربنا سمح له بألم، لأنه له مكانة، زي يشاركه في الألم لكي يشاركه في المجد. فالحكمة مهمة، وإدراك الفهم أمر مهم. فكل اللآلئ والجواهر لا تساوي فهم الحكمة ووعي الفهم اللي ربنا عايزنا نصل إليه. ربنا يعطينا فهما وحكمة وقلبا فهيما. لإلهنا كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.